بص بقى مرسي طلع ايه، ده بقى التسريب اللي بجد دي يا جماعه. اقل حاجه يعدم في ميدان عام والله العظيم، يعني دي المفروض تتحول محاكمه مش مدنيه بس، يعني تتحول محاكمه عسكريه كمان، لان انت بتتكلم عن معلومات تخص قوات الجيش، معلومات تخص قطع سلاح، معلومات تخص مخابرات عامه، معلومات تخص ميزانيه مخابرات حربيه. انت بتتكلم في تخابر يعني مفيش كلام. وبعدين هتروح الدوحه، هتروح فين بعد الدوحه حبيبي؟ هي الدوحه دي هتاخدها فيحتفظوها بالملفات يقولوا يعني نحتاجها يوم عوزه؟ لا يا بابا، لا يا بابا، ده في اول ما هتنزل في الدوحه بالورق كده والمستندات هتبقى نسخه منها في CIA ونسخه منها في الموساد. انت شرفك في الارض، شرفك في الارض. فانت تقول لي تسريبات، دي التسريبات. بص بقى مرسي ادى ايه لقطر ومنها طبعا الى الموساد وغيره. بص يا باشا، انا هقرا ايه، خد بالك دي قائمه كبيره جدا، هقرا عناوين لان بقيه التفاصيل ما جبناهاش حقيقه، واوراق كتيره جدا لكنها تقارير تخص امن مصر قوي. ما نقدرش احنا وطنيا حتى رغم ان هم السرابت وكده، احنا ما نقدرش نعمل كده، ما نقدرش نقول دي بلادنا. بص يا سيدي، عندك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صورة مذكرة رقم 574 بتاريخ 4/2/2013 تحمل درجة سر ذات تتضمن تحريات عن جميع العاملين في رئاسة الجمهورية، كانت موجهة إلى رئيس الجمهورية نفسه، والتحريات دي اتعملت عبر الأجهزة الأمنية والرقابية، راحت لقطر ومنها إلى الموساد. نسخة ضوئية. بص مرسي باع إيه؟ أنا ما بكلمش حضرتك، أنا بكلم اللي ممكن يكونوا متعاطفين معاه من قول بقى هم 500,000 800,000 مليون، أهلا وسهلا. بس بصوا انتوا بلادكم اتباعت ازاي وانت مفكر ان انت بتدافع عن دينك ووطنك ومش عارف ايه والكلام الفاضي اللي بيتقال بالقنابل والارهاب. بص يا باشا، نسخه ضوئيه من دراسه للقوات المسلحه تحمل درجه سري جدا، كل ده راح لقطر، تتضمن جدول نتائج دراسه عناصر القوه في القوات المسلحه المصريه وكيفيه استغلالها الاستغلال الامثل، موضوعات بحثيه وخطه تسليح. تخيل ده راح لقطر ومنها الى الموساد. اللي بيقول لي تسريبات، يا عبيط يا عبيط، هذا الخائن يا عبط. نسخة ضوئية لمذكرة تحمل، انا بكلمكم على حاجات في المحكمة، خد بالك دي حاجات راحت المحكمة تمام. نسخة ضوئية لمذكرة تحمل درجة سري للغاية بعنوان اجراءات مجابهة الاحداث المنتظرة في بعض المواقف من ادارة تأمين منشآت البلاد في احداث العنف. بص، نسخة ضوئية لمذكرة تحمل درجة سري جدا تتضمن استخدام الطاقة المدعمة في تشغيل الاستثمارات الصناعية. نسخة ضوئية تتضمن المخالفات التي شبهت اوجه الصرف في احد صناديق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. كل حاجة يعني، كل تفاصيل كبد البلد المفروض بتروح لرئيس الجمهورية، كان خاين. نسخة ضوئية موجز معلومات صادرة من إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية تتضمن اتصالات وزير الخارجية المصري بنظيره الأمريكي حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، ويقترح الأمريكي مساعدة المعارضة السورية بمختلف الوسائل، كما يتضمن تقييم وزارة الخارجية لقرار قطع العلاقات مع النظام السوري، لأنه انتوا عارفين طبعا الخارجية ما كانتش مع الهبل بتاع قطع العلاقات مع النظام السوري. بص بقى، بص دي كمان دي مهمة قوي. نسخة ضوئية لبرقية رقم 94 بتاريخ 5/12/2012 تحمل درجة سري للغاية، تتضمن اتصال الدكتور البرادعي وطلب ابلاغ مؤسسة الرئاسة ببعض الاجراءات للخروج من ازمة الاعلان الدستوري موجهة الى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية السيد احمد عبد العاطي صادرة عن المخابرات العامة. دي بقى حلوة، دي جديدة برضو، ان مرسي كان برضو ايه، انه البرادعي برضو كان ليه كوميونيكيشن يعني وفاتح خطوط وبتاع وجو، وبعدين خلع. فاحنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على انه الراجل البرادعي، قول يا راجل نوايا طيبة ساعتها، الراجل البرادعي رفع سماعة التليفون كلم بتوع المخابرات العامة قال لهم عايزين نحل موضوع الاعلان الدستوري، طب انا عندي مجموعة مقترحات، طب قعدونا مع الرئيس، طب نشوف الازمة السوداء اللي احنا فيها. فالاجهزة رفعت تقرير لمرسي، فراح برضه مرسي موديه قطر، يخرب بيت كده. نسخة ضوئية لبرقية رقم 96 بتاريخ 5/12 تحمل درجة سري جدا تتضمن ردود الافعال الاوروبية ازاء الاوضاع السياسية في مصر موجهة الى مكتب السيد رئيس الجمهورية صادرة عن المخابرات العامة. نسخة ضوئية لمذكرة رقم 22/076 تاريخ 6/12
تتضمن تقرير اهم الاحداث الداخليه تعرض على السيد رئيس الجمهوريه، مرفوعه برضه من المخابرات العامه. بص يا سيدي، شوف دي بقى، نسخه ضوئيه لمذكره. بص بقى، بص عشان تعرف ان في معلومات عسكريه، ده شن ايه؟ ده اطلاق نار في ميدان عام. نسخه ضوئيه لمذكره بتاريخ مايو 2013 تحمل درجه سري جدا، تتضمن تقييم الموقف ومقترحات استعاده الامن وتحقيق التنميه الشامله في سيناء. بص بقى، بص عشان تعرف اجهزه بلادك الوطنيه شغاله ازاي والخونه شغالين ازاي. نسخه ضوئيه لمذكره تحمل درجه سري جدا، تتضمن سير ذاتيه عن اعضاء الحكومه الاسرائيليه عشان العبيط يفهم. يعني عشان هو قاعد مش فاهم حاجه، فمدين له ورق بيقولوا له الوزير ده اسمه كذا والوزير ده اسمه كذا، عشان يفهم عدونا. بس هو واضح انه مش عدو ولا حاجه، انه معاه. بص يا سيدي، نسخه ضوئيه خريطه تحمل درجه سري جدا توضح التواجد العسكري والامني للقوات الامريكيه بالمنطقه العربيه. يعني انت واخد معلوماتنا يا راجل، يا بتوع التسريبات، واخد معلوماتنا اللي جايبينها المخابرات الحربيه والمخابرات العامه. امال الاجهزه دي شغاله ايه؟ الاجهزه دي شغاله عشان تخدمنا وعشان ترعى امننا القومي. بص بقى دي، شوف، نسخه ضوئيه لمذكره تحمل تقرير معلومات حول سد النهضه الاثيوبي وموقف السودان منه. يا حول الله يا رب. بص، نسخه ضوئيه تتضمن تقارير حول لا، في حاجات مش عايز اقولها بصراحه، يعني من كتر ما هي، يعني انا خايف اقولها والله، من كتر يعني ما اعرفش ايه ده والله، بس هضطر اقولها والله، هضطر اقولها معلش. نسخه ضوئيه من مستند تتضمن جدول تشكيل القوات المسلحه المصريه على مستوى الجمهوريه. والله طب انا اقول ايه؟ والله جسمي بيقشعر والله. وكذا ابرز الاسلحه والمعدات بالقوات المسلحه المصريه بجدول موضح به انواع واعداد واماكن القوات البحريه والجويه والدفاع الجوي. ايه ده؟ بص يا سيدي، جدول تشكيل القوات المسلحه، اديني بقول لك يا سيدي. نسخه ضوئيه من تقرير مفصل بشان حسابات مكتب السيد رئيس الجمهوريه بالبنوك المختلفه. بص، كل حاجه. نسخه ضوئيه عن تقرير عن شبكه المحمول العسكري اللي هي CDM. يعني ناس شبكه، انتوا عارفين طبعا في اجهزه اتصالات غير الاجهزه اللي احنا بنستخدمها كمدنيين. امال يعني الجيش لما تقطع الاتصالات يعني هيبطلوا يكلموا بعض في الجبهه والحاجات دي، يعملوا ايه؟ هيتواصلوا ازاي؟ عندهم شبكه، فانت بدي تفاصيل الشبكه للقطريين والاسرائيليين والامريكان. يا نهار اسود. طب بص بقى، في نسخه كمان من تقرير مقدم من جهه فلسطينيه يعني عن الانفاق. احنا لينا مصادر معلومات، فجاي له تقرير عن الانفاق وخريطتها وتركيبتها وازاي الانفاق موجوده بالطول 14 كيلو والانفاق الناحيه الثانيه برضه وديها لهم. ايه انا ادي تفاصيل الخيانه وادي التسريبات موقعه وموثقه وفيها اتهامات علنيه وفيها تحقيقات معاهم، وفي ناس اتمسكت وشهدت، وفي بنت اتمسكت من بنات قيادات الاخوان وشهدت. تقول لي تسريبات؟ واحد بيقول لك زي الرز.